حي الدوحه، حي الدوحه الدعم السريع ما قادر تهزم فيه ليه؟ عندهم مربوع كده فيه حاجه جوا ما قادرين يطلعوها وما قادرين يمشوا يخلوها. يوميا احنا بنكتل فيهم من 27 و 30 دعامي، برضه مصرين ما يطلعوا، في النهايه بنرجوهم لهم طيران، بل فيها ذاته يتبلى. هسه احنا ما عندنا حاجه ثانيه في ام درمان، في الاسبوعين ده الشعب السوداني يضغط، ما الانصرافي بس يضغط، ما تجي تقولوا لي يا صرف انت ما قلت في اسبوعين، يا اخي انا بس السودان كله يا اخي، ما تتكلم معاي انت. انا قلت اسبوعين ننظف ام درمان، تقيفوا كلكم بهاشتاجات، تقيفوا كلكم اعلام، ما عندنا حاجه غير انه نرجع ام درمان دي. اساس الحرب دي بدت في الخرطوم، اساس الحرب دي مركزيتها في الخرطوم، اساسها في ام درمان، الناس قاعده وبتقاتل، خلاص احنا نبدا من ام درمان دي. الداري يشوف الحلول بتاعت منظمات، والداري يقضي حياته لاجئ، والداري يبيع السودان براحته، ما تجينا هنا، احنا هنا راجعين، احنا هنا قاعدين. اللي عنده كلام غير الكلام ده اللي يطلعه. يا دراكولا اعملوا الجروبات بتاعت الخرطوم، دارين كتيبه اسناد بحري، كتيبه اسناد الخرطوم، اي زول قادر ينزل فيها طوالي، ما تقول لي يا اخواننا سجلوا لي ولا لا، لا تجينا بس، تجينا هديك التيم الصاحي ديلك المدرعات، من بكره المدرعات حتنزل معاكم الميدان. كلامنا ده يا وليد السعدابي، وليد احنا دايرين بكره المعسكر بتاع الشجره ده والمدرعات والذخيره يتفتحوا للمواطنين اللي حيرجعوا. الناس بعد تتواصل كده، تكتب كده احنا راجعين 50 ماشيين جبره، راجعين ماشيين الصحافه. بعيد انت ما حنحل المشكله دي. الصحافه فيها شويه دعامه، الكويت فيها شويه دعامه، المفروض نحاصرهم نقضي القصه دي، نمشي نكتل الناس دي وننتهي من القصه دي. افكار في المشروع ده، افكار وخطط في المشروع ده احنا بنقبل بها، غير كده انا ما اقدر اسمع زول. ما تقول لي كلام.